المتوقع من العلاقات الإنسانية إنها تبقى مريحة وسبب لسعادة الإنسان، لكن واقعيا العلاقات المميزة العميقة بقت نادرة، وبقى الغالب على حياتنا وجود علاقات بتستهلك طاقتنا. في الكتاب ده هنتكلم عن قواعد إدارة العلاقات في خطوط كده محددة بتساعد إن علاقاتك تبقى صحية، بتديك تنبيه إنك ما ينفعش تقع في فخ العلاقات المرهقة، وبتشرح لك طريق السلام عشان تبقى طرف في علاقة صح تملاك كده من جوه وتنور حياتك. العلاقات من غير إدارة سليمة ممكن تبقى سم، تهد فيك وفي غيرك أكتر ما تبني. لما يبقى عندك وعي بإدارة العلاقات هتحقق علاقة تسمح لك بالحياة، مش علاقة تبقى هي الحياة. فتبقى جوه العلاقة دي مستقل وحر وفاعل، مش مفعول بيه. وتكون علاقتك علاقة تعيش وتزدهر، مش علاقة منتهية الصلاحية. من كتاب من أجل علاقات لا تنتهي صلاحيتها expired لريهام حلمي. الحقيقة expired ده مش اسم على مسمى. عايزين تعرفوا ليه؟ تعالوا سوا نشوف. كل حد فينا في علاقاته باللي حواليه عنده مشاعر كتير قوي جوه نفسه، بيجيله كده شوية تساؤلات مش لاقي لها حلول عملية. بس المشاعر دي مش مريحة، ممكن تكون مش مريحة للطرفين. يا تلاقي نفسك في النهاية تضطر تحمي نفسك وملكش دعوة بيهم، أو تيجي على نفسك عشانهم. وهنا ده ياخدنا لنقطة كتير. لما تقرأ كتب عن الوعي بالعلاقات تلاقي نفسك بتسقط الكلام ده على الطرف الآخر، الطرف اللي معاك، ومن شدة الوعي بعيوبه اللي اتكشفت يجيلك شعور لا إرادي كده، وإن هو مش فاهم. تحس كده باستياء وغضب وتعالي كده، ده عمره ما هيفهمني ولا حتى هيوصل للي فهمته واللي أدركته أنا. وتلاقي نفسك كتير تقول شيل ده من ده يرتاح ده عنده وأنا ناقص فرهضة، وتقوم هوب مشقلب العلاقة، قطع العلاقة دي بدل ما توجع قلبك في مشوار طويل من الصبر. ويا رب برضه بعدها بترتاح، ما انت محلتش جدر المشكلة. انت كل ما تتزنق هوب تخلع. لكن اكسبايرد بيبص للموضوع بشكل مختلف. اكسبايرد تحس ان جواه جلسات كوتشنج في العلاقات متقسمة ومترتبة صح، كمان باحترافية شديدة. يعني بتمسك لك طرف الخيط لكل مشكلة ملعبك، وطول ما انت بتقرأ بتوصل لباقي الخيط بشكل سهل جدا. والوعي بيزيد بشكل مريح، واسلوب يخليك تتقبل الحقيقة الحالية كأنها حالة انكشاف بدون انكار او استياء او تبرير او حكم على اي طرف منكم. بالعكس، ذكائك العاطفي في زيادة على طول الرحلة، رحلتك جوه الجلسات العميقة اللي بتتكلم فيها الكاتبة في الكتاب. اكسبايرد مدعوم بأمثلة كتير وقصص، وده بيفرق جدا في استيعابك وتثبيت المعلومة عندك. وكمان كل مشكلة موجود حلها البسيط الجاهز للتطبيق. بص بقى يا سيدي، اكسبايرد عبارة عن 3 أبواب، كل باب هنتكلم عنهم باختصار شديد ونقول لك الآتي. الباب الأول بيتكلم عن احذر إشارات الخطر، واحنا في العلاقات بيبان لنا إشارات كتير خطر، وهنا بتقول لك أمثلة زي الغيرة، سوء الظن، العقاب الصامت، الاستغلال، الإهمال، الانتقام، وعد الجمايل بقى. طبعا كل حاجة من اللي احنا اتكلمنا عليهم دي بمثابة قنبلة. ده مش قنبلة، ده حقل ألغام كمان. فبتسأل نفسك هنا، هو أنا الفاعل ولا المفعول بيه؟ ما أنا عايز أفهم. فيتفتح شوية ملفات عندك وتبتدي تسأل أكتر. طب أفككها إزاي؟ أفكك كل الملفات دي إزاي من غير ما أخسر حاجة؟ طب أتصرف إزاي ولا ما أتصرفش وأتحمل العواقب؟ طب إيه العواقب طيب؟ هتعرف في الباب التاني. الباب التاني العلاقة الأهم. يا ترى أنت شايف نفسك صح؟ مشاعرك تعرف تديرها؟ هل في أصوات متكونة جواك مع الطلاق إنك تشوف كل ده؟ هل عندك صوت من ال6 اللي هي ذكرتهم؟ ركز كده وشوف. الباب التالت العلاقة الصح هي إيه؟ هو أنا ليه ممكن مهما التاني اداني أحس إن فاضي من جوه؟ ليه حاسس إني مقدرش أعيش لوحدي؟ هو أنا ممكن أستغنى من غير ما أنعزل؟ طب إزاي أقوي نفسي؟ إزاي أعرف إيه هي القيم والاحتياجات وترتيبها؟ طب هو حبي ليهم ده تقارب ولا انصهار؟ إزاي أشوف العلاقة بشكل كده 3D؟ يعني إيه أوكولايزر شعوري؟ إيه هو التحدي الكبير؟ تعرف تحدد كل واحد في الدايرة الصح؟ تصفر ملفاتك القديمة ليه وإزاي؟ العلاقة رايح ولا جاي؟ لا كفاية أسئلة ووعي بقى لحد كده. أنا شكلي خربت الدنيا في علاقاتي. هو في حل؟ طبعا، وهتقدر
تبني العلاقة وتكون صالحة مدى الحياة. تيجي بعد ما قرينا الكتاب نعرف إن الاسم كان مجرد تورية للتشويق عشان يقولك تصورك للمحتوى كان غلط. مفيش علاقة expired، لكن في حاجة تانية expired. عارف هي إيه؟ طريقة تفكيرك ورؤيتك الواحدة للأمور من وجهة نظرك لوحدك أنت بس، ولسه موهوم إنها في يوم من الأيام هتجيب نتيجة إيجابية. لأ، دي expired، دور الضحية اللي عايش فيه دايما ومنتظر الحل من الآخرين. وانت ملك متوج، ده برضو دور expired. تصورك ان مفيش بين الحبايب عتاب وكل حاجة بتضايقك ما بتقولهاش، ده برضو expired. اسمح لنفسك وليهم تغلطوا وتوضحوا وتتفهموا وتواجهوا وتوصلوا مساحة مشتركة. خليك في حالة تصالح متجددة مع نفسك ومعاهم، وتعلم دايما عنهم وعنك، دايما زي الطفل بفضول الطفل كمان. ركز في مسؤولياتك وحدودك النفسية وإدارة نفسك في العلاقة. خلي دايما لسانك يوافق قلبك، وعبر دايما بصدق، والنتيجة هتكون رؤية واسعة مرنة وقلب نضيف يعرف يحب ناس كتير. وخلي دايما كل واحد في الدايرة الصح بتاعته من غير ما يغرقوا في بعض ويسيحوا على بعض. العلاقات كده هتدوم وتستمر لمدة أطول بكتير، وهتنورك من جوه وتنورهم كمان، وكل علاقاتك هتستمر ومش هتكون expired.